السلام عليكم. ازيكم يا اجمل واحلى اخوات في الدنيا كلها، يا رب تكونوا بخير. واهلا بيكم في قناتي المتواضعة جدا بيوت مطمئنة. النهاردة هنعمل مع بعض الزلابية او لقمة القاضي او العوامات او اللقيمات، كل دي مسمياتها بطريقة اكبر محلات الحلواني. هقولك على المقادير المظبوطة وكمان ازاي تطلع معاكي كور مظبوطة زي ما انتم شايفين كده في الفيديو، وكمان كلهم في حجم واحد. خليكم معايا في الفيديو للآخر علشان كمان تشوفوا في ازاي في آخر الفيديو مقرمشة وكمان هشة قوي من جوه. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ما تنسوش بقى تدعموني باللايك الجميل، ولو أول مرة تشوفوا قناتي يلا اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس على الكل. عندي هنا 2.5 كوب من الدقيق، تمام، عليهم 2 معلقة كبار حلوين كده من النشا. بس كده عندي كمان نص معلقة صغيرة من الملح ومعلقة سكر ومعلقة خميرة فورية، وكمان نص معلقة كده صغيرة من البيكنج باودر. عندي 2 معلقة من الزيت وممكن تستغني عنهم، تمام. وهنقلبهم كويس جدا كده مع بعض، وهنشوف مقادير المية اللي على 2.5 كوب من الدقيق هياخد معايا قد ايه. وخلي بالكم كل دقيق بيختلف نوعيته في شربه للمية، فاحنا هنزود على حسب الدقيق بتاعنا او العجينة بتاعتنا بتبقى مظبوطة على قد ايه من المية. حطيت اول كوباية من المية وبعدين هنزل بالتدريج بنص كوباية من المية تكون دافية. المية تكون دافية يا جماعة، مش من الحنفية او ساقعة، تمام، علشان تفاعل الخميرة. بس كده، وهنفضل ننزل نص كوباية من المية بالتدريج لغاية ما نشوف العجينة بتاعتنا هتعوز قد ايه من المية. ممكن تعوز اكتر من 1.5 كوباية وممكن تعوز 1.5 كوباية بالظبط، تمام. انا حطيت 1.5 كوباية كمان ومعلقتين، يعني انا زودت كمان معلقتين على النص كوباية علشان العجينة تطلع معايا مظبوطة. انتي بعد نص الكوباية دي هتشوفي اذا كانت العجينة مظبوطة معاكي ولا لأ، هتزودي بالمعلقة الواحدة. بعد كده لازم تعجني كويس جدا زي ما انتوا شايفين، تفضلي تخبطي كده في العجينة لغاية ما يبقى لها عرق معايا، علشان لما تيجي تقطعيها او تبقى يعني في الاخر الزلابية بتاعتك بتبقى هشة من جوه وكمان مقرمشة من بره، تمام. شايفين العرق اهو ما بيتقطعش معايا. بس كده بعد ما نعجن كويس هنغطيها بالنايلون راب او اي كيس تلاجة كده من فوق، وبعدين تغطيها بفوطة وتسيبيها تخمر معاكي لمدة نص ساعة على رخامة المطبخ. العجينة سهلة وبسيطة ومش محتاجة مني وقت ولا مجهود، حاجة كده بكل سهولة. أول ما يتضاعف حجمها كده نبدأ نهبطها ونبدأ نشتغل بيها عادي جدا. تعالوا نشوف بقى هنعمل ازاي كور الزلابية المظبوطة قوي معانا. أول حاجة بعد ما خمرت شايفين اهو الخمران بتاعها حاجة كده تحفة. شايفين العرق معايا؟ هنهبطها كويس جدا بالشكل ده، تمام. يلا بينا هنروح. عندي هنا البولة دي هحط فيها الزلابية بعد ما احمرها نص تحمير، ودي المعلقة اللي في الاكواب المعيارية اللي هي اخر معلقة صغيرة هستخدمها في الزلابية، هي دي اللي هتطلع معايا الكور بتاعت الزلابية مظبوطة وكمان كلهم في حجم واحد. تعالوا نشوف ازاي هنستخدمها، تمام. الزيت بتاعنا يكون على النار، يكون يعني مش بارد خالص ولا سخن قوي، تمام. زي ما انتم شايفين اهو بتحط الزلابية لسه موجودة تحت في قاع الطاسة بتاعتي، لسه ما طلعتش علشان الزيت متوسط السخونية. وتكون النار بتاعتك برضو متوسطة علشان معلقة السكر اللي احنا حطيناها في العجينة بتحمر معايا او بتدي الزلابية بتاعتنا اللون الذهبي الجميل او بتحمرها بسرعة. فاحنا بتكون نارنا هادية. شايفين اهو الزلابية بدأت تعوم بقى كده في الزيت، وعشان كده سموها العوامات. شايفين اهي
وزي ما انتم شايفين طريقة التقطيع انا يعني بضغط بايدي كده، بطلعها من بين اصابعي العجينة وبنزل في الزيت بالمعلقة، يعني بقطعها بالمعلقة وبنزل في الزيت. مفيش اسهل من كده ولا اجمل من كده، هتطلع معاكي مظبوطة وحاجة كده تحفة. شايفين بدأت تاخد شكل الكور الجميلة. وكمان استنوا شوفوا معايا التقطيعة التانية، هتلاقيها يعني مظبوطة اكتر من الاولانية. شايفين الجمال بجد. عاوزة اقول لكم كمان ما تنسوش تحطوا رشة فانيليا في العجينة، بتديكي الطعم تحسي كده رمضان على حق في البيت، وبتدي ريحة رهيبة قوي قوي وهي بتتحمر. شايفين انا كده بس هطلعها نص سوا. تمام. دي بقى تاني سر من اسرار ازاي تطلع معاكي مقرمشة. طبعا اول حاجة احنا هنزود النشا، معلقتين النشا بيخلوها مقرمشة. وتمام. بعد كده هنطلع العوامات بتاعتنا او لقمة القاضي او الزلابية، تمام، نص سوا، فيها حتة كده متحمرة او تاخد لون بسيط مصفر شوية، وهنبدأ ايه نطلعها من الزيت ترتاح شوية. تمام. هنقطع بقى. شايفين اهو يعني الزيت سخن شوية، بس انا موطيه خلاص او هديت النار تماما، وممكن تطفيها على بال ما تقطعي. ما تسيبيش النار عالية على الزلابية وانتي بتقطعي تاني مرة وتالت مرة. تمام. شايفين اهي هي بتقب كده على وتعوم في الزيت وبتقلب لوحدها. شايفين الجمال. وهتاخد شكل الكور وكلهم في حجم واحد. ما شاء الله حاجة كده تحفة. المقادير مظبوطة يا جماعة، ان شاء الله جربوها هتعجبكم جدا، ومش هتبطلي يعني مش هتبطلي تعمليها كده يعني بنفس المقادير وبنفس الطريقة ان شاء الله مظبوطة جدا. شايفين اهو. بس كده هتفضلي تقلبي ما تسيبهمش على ناحية واحدة، علشان ما يبقاش فيه ناحية كده اخدت لون وناحية تانية ما اخدتش اللون. شايفين. وهتطلعيهم نص سوا كده وهتسيبيهم يهدوا شوية، وبعدين ننزلهم كلهم مع بعض او على نصين في الزيت السخن، او يكون زيت متوسط كده. هاخد كده بقى ده الشربات بتاعي اللي هو بيبقى عبارة عن 4 كوبايات من السكر، عليهم 3 كوبايات وربع من المية. تمام. وهنسيبهم لمدة 10 دقايق على النار، وعليهم عصرة الليمونة او يعني عصرة نص ليمونة. وبعد كده هياخدوا ال10 دقايق هحط باكو فانيليا او كيس فانيليا، وبعد كده هطفي عليه اسيبه يبرد تماما. هيكون العوامات بتاعتي سخنة والشربات بتاعي بارد. تمام. انا جهزت معاكم قبل كده في القناة شربات الحلويات، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف ان شاء الله عشان ترجعوا له وتشوفوا اهم التكات اللي بتخلي معاكي الشربات ما يسكرش حتى لو احتفظتي بيه السنة كاملة في التلاجة. فارجعوا له علشان تعملوا شربات مظبوط يفضل معاكم طوال رمضان او طوال السنة في التلاجة، من غير ما يسكر، من غير ما يغير طعم ولا ريحة ولا لون ولا اي حاجة. تمام. هسيب لكم طبعا اللينك في صندوق الوصف، وكمان مقادير الوصفة ان شاء الله هسيبها لكم برضو في صندوق الوصف. بس كده اول ما تاخد معايا اللون الذهبي خلاص كده هخرجها على الشربات البارد. شايفين الجمال كلهم في حجم واحد، كلهم مقرمشين. سامعين التخبيط اهو، سامعين القرمشة بجد حاجة كده تحفة. وكمان شوفوا بقى في نهاية الفيديو ازاي قد ايه هي مقرمشة وجميلة وحاجة كده مشرفة وتحفة قوي وناجحة، وصفة ناجحة ومضمونة 100% ان شاء الله. بس كده. وهنقلبهم في الشربات التقيل بتاعنا، بيكون اخف شوية من العسل الابيض. تمام. بس كده. وتقلبي كويس جدا لمدة دقيقتين 3 لغاية ما يتشرب كويس. والشربات بتاعنا يبقى طبعا هتعرفي الزلابية ناجحة لما تلاقيها كده شاربة شوية بقى من الشربات بتاعها او بتاعنا كده جواها من جوه، هتلاقيها طعمها لذيذ قوي قوي ومقرمشة جدا.
هجيب طبق التقديم بتاعنا، تمام، وهنصفي كويس بقى من الشربات وهتحطيها. شايفين الجمال؟ بجد حاجة كده تحفة، طعمها لذيذ قوي قوي قوي. جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. شايفين اهو. ان شاء الله بعد الفيديو ده ان شاء الله هتطلعي يعني استاذة زلابية استاذة في الحلويات وفي الزلابية. وبكل امانة يا جماعة المقادير مظبوطة، وزي ما انتم شايفين كده معانا في الفيديو كل حاجة تمام مظبوطة 100%. شايفين؟ يا سلام، جمال مفيش بعد كده، حاجة كده تحفة، طعم وريحة وشكل يجنن. شايفين؟ كلها حجم واحد، ما شاء الله، حاجة كده تحفة، والطعم حكاية حكاية. شايفين اهو، قربت لكم شوية علشان تشوفوا الجمال. يلا نفتح واحدة ونشوف ايه الاخبار فيها من جوه. سمعتوا القرمشة؟ حاجة كده روعة. شايفين؟ حاجة تحفة قوي قوي. وبكده يا حلوين وصفتنا لليوم خلصت. بتمنى انها تنال اعجابكم، وبتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم، لانها وصفة بجد سهلة وبسيطة وريحتها وطعمها من اجواء رمضان. جربوها مش هتندموا، وكمان هتحبوها كتير. في النهاية بتمنى لكم دوام الصحة والعافية. مع السلامة ودمتم بخير، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.